طبعا احنا يعني احنا مع عمرو دياب دلوقتي، صح. ما ينفعش نقعد نقدم بقى ونعمل، خلينا مع الاغنيه. يعني الاغنيه ماشيه كويس عمرو جدا ده في معانا. حته تانية عمرو دياب في حته عموره تانية. ده. دكتور حسن، ازاي حضرتك؟ ازيك عامل ايه؟ النهارده احنا هنعمل حلقه مختلفه شويه، نتكلم عن الفن ونخرج بقى. انا عارف كمان ان انت يعني عندك كده في الفن بعض زي ما بيقولوا ايه الحاجات اللي انت بتحتفظ بيها لنفسك في عربيتك وفي بيتك وفي مكتبك، منهم طبعا شخصيه عمرو دياب. هو اصل عمرو دياب ده بالنسبه لنا هو عايش مع جيلنا، يعني هو بيحكي عننا من قبل حتى احنا ما نتكلم. يعني دايما احنا لنا ذكريات في حياتنا كلها، الشريك الاساسي معانا فيها هو عمرو دياب. فعشان كده احنا بنحبه، يعني هو مطربنا، هو بيتكلم عننا، هو عنده قصة مش موجودة، هو سابقنا بخطوة يعني قبل اللي احنا بنفكر فيه. فتحس ان هو قاعد عمال بيغني لك الاغنية بالتجربة اللي انت هتقابلها في ساعتها. فعشان كده هو ليه ذكريات معانا. انت قلت مرة ان ما فيش بديل لعمرو دياب، ده عنصرية ولا ايه؟ لا مش عنصرية. بص احنا خلينا في مطربين كتير جدا يعني كويسين وناجحين، بس ده اللي عايش معاك، ده اللي ذكرياتك موجودة معاه، ده اللي بيحكي الحكايات اللي انت عايشها. فهو موجود معانا. ممكن يطلع حد ويعمل بوم ويفرقع ويقلب الدنيا، بس هيعمل بوم ده ويرجع تاني. انما عمرو هو اللي موجود معانا. عمرو لما بيجي يغني هو متطور عن غيره وسابق غيره وموجود على اجيال موجود. فاحنا ما بنحسش ان احنا كبرنا معاه، بالعكس هو بيغني لنا وبيغني للجيل اللي بعد مننا، فحاسين ان الاحساس واحد، المشاعر واحده، فما بنحسش ان احنا كبرنا. انا عايز اقول لك ان عمرو دياب من جيلي، لان الفرق بيننا وبين 3 سنين. حتى لما طلع كنا احنا في الجامعه بالنسبه لنا احنا يعني، وكمان من بورسعيد، فكان بالنسبه لنا المساله فيها تلاحم شديد جدا. وكان حتى لما طلع كان بالنسبه لنا حاجه غريبه زي ما انت بتقول. لكن انت قلت عباره عجبتني قوي، ان هو بيعيش مراحلك، بيعيش معاك المراحل. يعني انت ازاي شايفها؟ ازاي الاغاني بتاعته بتعيش مراحل؟ ما هو انا مش عارف اقول لك ايه غير ان هو يعني قيس كده قصص كده بتاعتك من اول حب انت هتودينا في داهيه. انا خلاص ما الموضوع ده مش دعوه بيه انا. فيعني هتلاقي عمرو معاك، يعني اعتبر كده اول حد انت حبيته، فانت حابب ان انت تتكلم معاه. على فكره الدكتور حسن بيتكلم عن نفسه، انا ماليش دعوه. انا مش بتكلم عن نفسي، بكلمك على حاله عمرو. حاله عمرو يعني عشان بس ما البسش فيها انا يعني. فهو لما تيجي انت عايز رايح تتكلم بقى واحده انت لسه متعرف عليها، فانت وانت رايح هتقول لي انا عايش ومش عايش مثلا، لا هتلاقي عمرو دياب بيعمل بيكلمك يقول لك العالم الله قد ايه، الله قلبي يروح الله اكبر. فتروح تقف قدامها وتقعد تتكلم معاها، فانت مش محتاج ان انت تتكلم. انت هو عمرو هيجي يقول لك بس انت استريح، انا هقول لك قول لها بعترف قدام عينيك. يعني هو عايش اللحظه بتاعتك، بيغششك قبل اي حاجه. طب خليها هي عايزه تمشي، هتسلم عليها وهتمشي وهتروح بقى خلاص. يعني انت خلصت وقعدت اتكلمت، هتلاقي تعالي ترجعي. اصل عمرو دياب قال لي قولي لي خليك فاكرني، خليني بالك وبعينك بالاسامي. فهو هتلاقيه معاك في كل المراحل. عيش بقى انت قصص حبك بقى، التملي معاك وغلاوتك كل اغاني عمرو هتلاقيها ماشيه معاك في قصص، معاك في ذكرياتك. ده حتى يا راجل الحزن، يعني لو اعتبرها كده مثلا انها زعلت ومشيت وعامله نكد وانت قاعد في البيت قاعد مستنيها، غنى لك برضك وقال لك يدق الباب تقول رجعت. لا ده انا افتكرت ديليفري يعني. فقاعد انت مستنيها موجود والله. فهتلاقي القصه، انت ارسم السيناريو كده هتلاقي عمرو موجود معاك في كل لا هو انت كمان قلت حاجه لطيفه جدا، ان هو مش بيمثل فكره جيل بس، حتى كمان في قصه شعره وفي لبسه وفي يعني المساله ماشيه مع الشباب حتى متطوره معاه. حبنا ليه يعني هو سابق الجيل واحنا حبنا ليه. احنا يعني جيلنا بتلاقي كتير جدا كان بيقلد قصة شعره، هتلاقي كان بيلبس اللبس اللي هو بيعمله، لان هو برضو خلينا نقول هو ذكي جدا وهو اشتغل على نفسه صح. فنموذج ناجح يبقى قدوة لكتير جدا من الشباب في اللبس، في الستايل بتاعه، في اغانيه، في مشاعره اللي بيغنيها. يمكن انا قلت قبل كده في الفيديو بتاعي ان اجيالنا مختلفة عن اهالينا. يعني اهالينا يمكن عقبت علينا تقول لك انتوا جيل عمرو دياب،
احنا جيل ام كلثوم وهم بيتابعوا احنا ام كلثوم طبعا وعبد الحليم احنا وفريد. عندنا قواعد في الفن. وانا بقول لك انا مش هنزعل منهم، هنزعل منهم في ايه؟ دول اهالينا. بس احنا جيلنا احساسه ماشي مع الاجيال التانية. بنحب في مراحل، في ذكريات موجودة عندنا. فلا عمرو دياب يعني بسم الله ما شاء الله. يعني هو يعني وبعدين انت تلاقيني مثلا ايه، انت مشغل عمرو دياب، انت حتى لو انت موجود انت ماشي بالعربية عمال تفكر في حاجة، بمجرد ما تخرج من اللي انت فكرت فيه تلاقي عمرو دياب بيغني لك حاجة كده انت بتعملها. يا لا هو ده حتى يا راجل ما سابش الابراج برج الحوت. لا ده حتى بقول لك في كل حاجه انت يعني انت كلمتك انا في حد مرتبط. أيوة. طب حد فشكل وخلاص. يعني جابها لك بطريقه حلوه جدا لما غنى للسناجل. ايوه ريحنا فتحس ان هو لا سابق بخطوه، يعني يستاهل ان احنا نحبه يعني. اكيد طبعا. يعني طب انت شايف مين في جيله يعني نقدر نقول ان هو قريب من شكل عمرو دياب في الاغنيه في التطور؟ لا خلي هو عمرو لوحده، لان خلي بالك ما ينفعش نختزل ان واحد اشتغل على نفسه بالشكل ده وفاضل في المقدمه ما بين المطربين ونقارنه بحد هيبقى قريب منه. ولكن هتلاقي في كتير جدا ناس بتحبهم. تامر عاشور يعني الناس بتحبه جدا وجميل يعني. حماقي بسم الله ما شاء الله يعني اغانيه حلوه جدا. تامر حسني كويس جدا. رامي صبري حلو جدا. بس عمرو خليه هو في حته تانية، لان هو فعلا ليه ذكريات معانا احنا عايشينها. حضرت له حفلات قبل كده؟ حضرت له كتير والله. الساحل لا احكي لنا بقى الشكل. لا هو عمرو ده احنا صرفت كتير جدا والله. هو السبب في تغلية الشرايط. احنا كان طبعا ايام الشرايط يعني ما فيش البونات اللي موجوده دلوقتي. كانت الشرايط وكان كل مره يقعد يغلي الشريط ونشتري. وبعدين كنا نعمل الكوكتيلات ونعمل الكوكتيل ونحط نفس الاغاني هي يعني، بس يبقى في اغنيه زياده موجوده فيها. فلا ده كان فيك شك صرفنا عليه كتير قوي. كان فيك شك في اسماعيليه متخصصه في ان هي تعمل شرايط. لكن انت شفت حفلاته ازاي؟ يعني الناس اتعاملت معاه ازاي في حفلاته اللي انت شفتها لايف بقى، شفتها مباشره يعني؟ هو عنده حضور غير عادي، وبعدين عنده ذكاء حتى في اختيار مايكات الصوت. يعني مرة من المرات أنا رايح متأخر، فرايح طبعا هو كان في حفلات تبقى موجودة كده بتمشي كتير لغاية لما توصل للشط، لأنه كان بيبقى عامل حفلات في الساحل الشمالي. فتروح وانت ماشي هو كان ابتدى، فأنا افتكرت مشغلين بلاي باك كده، أنا عمال شغال أغاني كده موجود، تدخل تلاقيه هو اللي بيغني. حارب بقى عشان توصل لقدام عشان تبقى انت قدام حارب. فلا شفته ازاي وهو كممثل؟ يعني هو ممكن ما نجحش في حته التمثيل او ما توظفش بشكل كويس صح. يعني كان ممكن يستغلوا عمرو بشكل قوي جدا في موضوع التمثيل. بس هو ناجح في الحته بتاعته. يعني حبنا ليه هو كاغاني، لا هو ناجح في الحته بتاعته. وبعدين مثل التطور بتاعه يعني موضوع حلو جدا. انا عايز اقولك على حاجه، مفيش حد، وده طبعا جمهور عمرو دياب وكله، مفيش حد بيسمع عمرو دياب من اول مره ويقول لك حلو. اول لما يسمع عمرو يقول لك ايه، يا ده ابتدى يخرف، ده الاغاني بتاعته مش حلوه، ده القديم كان حلو. بعد شويه تلاقي نفسك ما بتسمعش غير الشريط. الاغنيه بتتحرك هو ولا الالبوم بتاعه هو اللي قاعد عمال تسمعه، هو اللي قاعد عمال بتتكلم فيه. وتبتدي بقى تاخد الاغاني بتاعته وتلاقيها بتقرب لك، بتمسك في حته، هي قريبه منك في حته. لا يعني عمرو دي ذكريات مع جيلنا. انت مهتم بيه كجيل. طب انت واصحابك لما كنتوا زمان وانتوا صغيرين، يعني ده احنا كان السؤال اللي كنا بنسال بعض ايه، انت بتسمع ايه؟ انا بسمع عمرو دياب. انا اشتريت شريط عمرو دياب. انا عندي الالبومات كلها، الالبومات والشرايط وكده. بقى ايام زمان الشرايط ديت والشريط يتقطع ونعمله بمونيكير، وكانت قصص ليه ذكريات معانا كبيره قوي عمرو دياب. يعني اقدر اقول ان جيلك اللي كان بيحب عمرو دياب كان وما زال لغايه دلوقتي. يعني هتلاقي بص، اصل احنا ده المطرب اللي عاش معانا ذكرياتنا، فهو اللي احنا بنحبه، وهو اللي مستمر، وهو اللي على قمه، وهو اللي بيحكي حكايتك وبيحكي قصتك. هو اللي ممكن يتكلم عنك لما تيجي انت عايز تتكلم. لما تيجي تقول عايز تقول حاجه، يعني فكر كده، لو انت حبيت تقول حاجه لاي حد
دور على عمرو دياب هيقولها لك، هتلاقيه اختصر لك الموضوع اللي انت هتتكلم فيه. خلاص انا من النهارده ابتدي ادور بقى. بشكرك، وحلقه خفيفه كده واتكلمنا فيها عن حد انت بتحبه. شكرا ليك، وان شاء الله نتقابل في بودكاست جديد وبرضه نخرج برضه بره السياسه والحاجات دي، وعندنا حاجات بسيطه كده. شكرا ليك يا دكتور حبيبي، بشكرك جدا يا استاذ هشام، واتمنى يا رب تبقى حلقه الناس تبقى استفادت منها يا وتبقى رب حاجه يا رب، امين ان شاء الله.